بسم الله ما شاء الله. تعال 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 تعال، خش خش بغبتي، وخش خش خش اهو. اللهم صل على النبي اهو. اهو جبتي غبتي وجبتي، بس ده كربولتي، ده كربولتي بالصلاة على النبي، ده كربولتي، ده كربولتي بالصلاة على النبي. اوعى اهو. اللهم صل على النبي. حاجة من الحاجات اللي تفرح. هات بقى شوالك وتعالى هنا. احدف لي الشوال. ماشي، احدف لي الشوال اهو. بولت رجاله اهو. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك له فيه يا رب. طب انام بقى، ما اجيب له الشوال بتاعه بقى. هجيب له الشوال بتاعك واحطه لك فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم سيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب، وثبتهم وقويهم، واسكنوا جوع فطعمهم. حقيقة ربنا الواحد يعني مستاء من اللي بيحصل معاهم هناك، بس دي حكمة ربنا. هنعمل ايه؟ ربنا يا رب يتولاهم يا رب. تحياتي ليكم جميعا. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير واحسن حال. طبعا المية نزلت، وزي ما شفتوا الفيديو اللي فات، فالسمكة بدأت تاكل كويس ان شاء الله، واللي جاي احسن. احنا النهارده عشان نتكلم في برضو بعض الفنيات في الصيد. الصيد مش موضوع برضو يا جدعان، الموضوع مش موضوع غابة. الغابة دي بكام، او الغابة دي ثمنها كام. الرك على الراجل اللي هو ماسك الغابه وبيشتغل بيها. كلنا كلنا بنتعلم من بعضينا. انا بستفاد منكم. سؤالك اوقات انا ما بكونش عارفه وانت بتجاوب عليه كمان، او في ناس بتخش تجاوب عليه، انا بستفاد منها. يعني مش معنى ان انا بعمل فيديو او انا بعمل قناه انا الفت لا. احنا كلنا كلنا بنعلم بعضينا. الله يفتح عليك يا عم محمد. فالناس النهارده بتقول لا، طول الغابه، او الغابه تكون شومانو، الغابه تكون بورتليكس. لا والله، ما بالغاب ابدا، ولا بالماركه ولا بتاع. هي الموضوع موضوع توافق الحاجه اللي انت شايلها. شايل غابه خفيفه تقدر تسرح بيها، تمشي بيها. المكنه تكون خفيفه، حاجه ما تضايقكش وانت شغال، حاجه تبقى انت مستمتع وانت قاعد بتصطاد. يا رجاله، اتفضلوا يا حجاج، اتفضلوا. كتير وانت بساعه والسلامه يا رب. فالنهارده مسكه الغابه هي الصياد اللي هو بيتحكم فيها. زي انت سايق عربيه، انت بتتحكم في سواقه العربيه. يا سوقت كويس سوقت وحش، فانت انت المتحكم فيها. فهي النهارده الصيد سواقه، بتسوق الغماز بتاعك. ازاي تعرف تدور على السمكه، ازاي ما تملش، ازاي تكون عندك صبر. هي دي اللي احنا بنتكلم عليه. اما بقى الفنيات اللي هي بنقول عليها، الرصاص بيبقى حسب سرعه الميه. يعني انا لو هحط فيله كبيره 6 بيليا 7 بيليا، لا الميه بتجري، فبحط الفله المناسبه ليها. طب الميه لو هاديه، لا هحط فله صغيره تبقى الميه هاديه مناسبه، يبقى الفله مناسبه ليها. اهم حاجه ايدك محربه دايما على الخيط، مش سايب بوش كتير. ما يكونش حد قاعد جنب منك وبتصدر له الغابه في وشه كده، عشان طب هو هينزل ازاي ويمشي ازاي؟ لازم يكون في مسافه بينكم انتوا الاثنين، يعني 4 متر 5 متر تكون مسافه بين الناس اللي قاعده. ندي حريه للصياد اللي هو قاعد بيسرح او اللي قاعد بيصطاد. اما تلاقي الدنيا مخنوقه، بتبقى غصب عنك. انتوا كده بنستحمل بعضينا وبنقعد بنستحمل بعضينا، بس بتبقى انت من جواك يعني مش مبسوط. يا جماعه الصيادين انزلوا اصطادوا، الميه بتاكل. اما محمد بيقول لكم الميه بتاكل كويس، انزلوا اصطادوا، وان شاء الله رب يرضي، يا رب يرضي الجميع. موضوع الرمال، انا عن نفسي بعمل الرمال المعتاد بتاعي فرده 80 فرده 60 65. طب افرض اوقات بغير، يعني الميه لو انا مثلا برمي على ميه الغوط بتاعها مترين 3 متر، بعمل الرمال كده. ممكن ما ياكلش، ممكن اعمل فرده متر وفرده متر و20. بعمل الرمال اسمه طاير شويه، يعني بيخلي الرمال تحت يبحث كده، يدور معايا على السمكه وانا بسرح، يجرجر على الارض بتاعي، يبقى يدور معايا على السمكه عشان اقدر اوصل للسمكه فين. طب لو الميه قليله، مثلا الميه نص فيها، اوقات بننزل على مرض نص متر بتاعي، بعمل رمال 20 سم. انت بتكيف امورك حسب الميه اللي انت قاعد عليها. انا مش عايزك ترتبط بقانون وتقول ده الراجل بيقول اعملوا رمال 80، اعملوا رمال 70، اعملوا رمال 100. لا، انت كصياد كيف امورك على حسب عمق الميه اللي انت شغال عليها، على حسب سرعه الميه اللي انت شغال عليها. ركب فلتك. اهم حاجه اختار عدتك صح. السنار اللي بنشتغل بيه، سيبك من اللي يقول لك اشتغل بسنار 7، سنار 8، سنار 9. كل الكلام ده يا جدعان، ده سنار ريم. انا بصطاد بقالي اكتر من 50 سنه، والراجل اللي معايا ده بيصطاد باكتر من 65 سنه. يعني هتربنا مع بعض عشره عمر ما اقولكوش عامله ازاي. ودايما احنا بنشتغل بالحديد، يعني 6، يعني مش هقول لك بقى لا، مش قوي، لكن ابدا بالخمسه. ولو السمكه اللي بتقع معايا اكتر من كيلو، انا ما بنوزنش، يعني تقديريا ما بنوزن. عمر ما قلنا السمكه دي فيها وزن قد ايه. الصياد دايما يقول لك ايه اللي بعته ربنا كويس.
رضا والحمد لله. لكن السمكه لو انت حاسس ان السمكه كويسه، لا انزل بسنار 5، انزل بسنار 4، واوقات بننزل ب3 بس فين وفين لما بيكون البولت بقى اللي بيقع يعني بولت من ابو سنان وما عادش الكلام ده. الكلام ده كان ايام الزمن الجميل. يعني النهارده حد ما بياخد حته كده يعني بنقول دي جايه فلته. فانت خليك في 5 أو 4. السنار هيئه ربنا، السنار الممتاز في السوق، وانا والله ما اعرف مين اللي بيستورده. انا والله ما ليا اي صفه ان انا اعمل شهره ليه او دعايه ليه او اقول لكم ايه. السنار الكونه يا جدعان ممتاز ممتاز ممتاز. السعر بيتراوح من 50 ل 55 من محل الاخر. الخيوط انا بستعمل خيط شعبي عشان تكونوا عارفين. بجيب الخيط اللي هو الشعبي ابو البوبينه ب 50 جنيه بتقعد معايا الموسم كله. اغير كل يومين خيط، اغير الرمال، اغير البتاع. ما تخافش على السنار. يعني لما تقطع وش 2 3 ما تخافش، اقطع. انت جايب السناره عشان تقطعه، وانا بروح اجيب 2000 سناره ليه؟ ولا اجيب 1000 سناره ليه؟ عشان ابقى عارف ان هتقطع. ما انا لو عارف ان انا مش هتقطع هجيب باكو على قدي وخلاص. طول ما انت بتقطع سناره وبتدور على الحوشه عشان تشتغل عليها هتعطر في السماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشا بالشاي. اتفضل يا حاج. ولما تعطر في السمك ما بتقطعش، لانك انت اول ما بتنزل يكون السمكه موجوده بتاخد الطعميه، يبقى القطع بتاعك قليل. فانت في البدايه جس الدور كويس، اشتغل على الدور كويس، اصبر على الدور كويس لحد ما ربنا يكرمك. احنا النهارده ان شاء الله هنشتغل تسريح برضو، انا والحاج محمد والحاج اسماعيل والحاج رفعت قاعدين جنب مني، وان شاء الله يعني نازلين طبعا تسريح. ما احنا مش عارفين الميه فيها ايه، الطعم عارفين انه غالي، كلها بيجيب نص طمن وبننزل. ما احنا خلاص احنا ناس على المعاش موضوع والله يا جدعان، ما موضوع فيديوهات وموضوع. انا كل فين انا ما بعملش فيديوهات غير ايام ما تكون السمكه شغاله وفي سمك عشان اقدر اقول لك انزل. انا مش الموضوع مش موضوع تجاره وموضوع ان انا كل شويه اعمل لك فيديو واوجع دماغك. لا احنا بنعملها محبه عشان نسيب ذكرى لينا. احنا النهارده عدينا 60 سنه فعايزين نسيب ذكرى لينا كويسه، فتفتكرونا بيها وتبقى هي دي دعوه منكم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بحبكم كلكم في الله. كل الصيادين نزاهه، مش عشان انا بصطاد. اجدع حاجه الصياد النزيه، وكل الصيادين ناس نزيهه. فاللي يجي يقول لك اشتغل بطعم اللي هو اليوركات ده ولا اليوركات ده، وبعد كده بعد 3 ايام الطعمات تقلب خنفسه. اصطاد بخنفسه؟ كلام فاضي يا يا جماعه. عم كده كلام فاضي. يا عم اصطاد بدود الكاوتش، دود الكاوتش مش قد كده بس كويس اشتغل بيه. ما تشتغلش ابدا بدود اللي هو السبله والكلام ده، انت كلها امراض. انا بقول لك وانت براحتك، ما تقولش الراجل ده. احنا بينا الاحترام والمعروف والادب والنقد البناء. يعني نقد عايز تنقدني انقدني بس باحترام، زي انا بتكلم معاك كده بالادب والاحترام. انقدني بالاحترام، ما تشتمنيش، لان انا بقول لك لا الحاجات ديت يا جدعان مسممه. يعني ممكن ايدك السناره تشكك، ودوده زي كده تنقل لك امراض. سمكه واكله بتاع دي، كل السمك بياكل حشرات. السمكه ممكن تاكل صرصار، ممكن تاكل خنفسه، ممكن تاكل اي حاجه، بس مش معنى كده تاكل اي حاجه اصطاد انا بيها. لا، لازم تنقي الطعميه. انا بقول لك الصياد ده نزيه. انت بتصرف على الهوايه اكتر من اللي بتاخده منها. ما فيش حد فيها. انا النهارده عشان اعمل مشوار يكلفني 300 400 جنيه عشان انزل اجيب شرايتين، لا طب ما انا بيتي اولى بيهم. بس احنا ده مزاج. في واحد مزاجه يشرب مؤاخذه مخدرات، واحد ده. احنا مزاجنا الصيد، احنا ناس نظيفه وناس نزيهه. فبلاش تضيع كيفك على طعوم. والله العظيم انا ما اعرف مين بيبيعها ومين بيبيعها، بس انا قريت عنها كتير. لا طعمها مش حلوه اللي هي بتتقلب خنفسه ديت، بلاش منها. اشتغل بطعم فطاط نطاط، اشتغل بطعم كاوتش، اشتغل بطعم بعلي، اشتغل بطعم جبلي، اشتغل بعجين، اشتغل بغله، اشتغل باي حاجه الا الطعوم دي. البدايل كتير، وما تشتقاش على نفسك. الحاجه اللي تلاقي بيتك اولى بيها بلاش منها. الصيد يتاجل اسبوع واثنين وثلاثه، وشانا ما انزلش. انا قعدت 4 سنين ما انزلش الميه، مش فاضي، عندي شغل مش فاضي. والله 4 سنين ما مسكت غابه في ايدي. فده مش عيب ولا حرام، لا احنا الهوايه دي في وقت فراغنا. ما نجيش على بيتنا عشان خاطر نصطاد سمك. انا طولت عليكم في الفيديو دوت، بس بالليل ان شاء الله احاول افرجكم بيها ايه على كام سمكه كده من عم محمد وعم اسماعيل وعم رفعت، ونحاول كده ايه نظبط الدنيا. الناس دي صيادين يا جدعان ايه على حلو. بس في يوم ان شاء الله هعمل لهم فيديو مجمعهم ويقعدوا يتكلموا معاكم في الصيد، وبرده كل عندهم خبرات حلوه ممكن يقولوها. انا اسف على الاطاله، تحياتي ليكم، اخوكم محمد المصري. رقص لبلوبك يا مصري بالصلاه على النبي يا رجاله اهو. اللهم صل على النبي. التاني اهو، ادي التاني اهو، ليلة زي الفل. نعم يا سمك. صلاة النبي احسن. والمصري بيرقص لبلوبه يا رجاله اهو. اول واحد ضاع التاني بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي احسن. حبيبي يا ريس، فدانا كلنا. اللي يضيع مش محسوب. انا قلت بقولتي بسم الله ما شاء الله.
ممكن يبقى جاي لطش. رب الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. تعالى بس اوعى غابتي وغابة محمد، تعالى كده عشان انا غبت في المايه وانا معاك اهو. بس خلاص. فالرغي. والله يا جدعان سمك مش عايز يقوم. لا ده ده دقماء ده. يلا مفيش نصيب. صلاة النبي يا حاج رفعت، اللهم صل على النبي. معلم رفعت اللي منورنا النهارده ومشرفنا. صلاة النبي يا حاج. ارفع يا باشا كده يا باشا، ارفع كده. صلاة النبي احسن. هو ده الكلام. هو ده الكلام. اول استفتاح. حبيبي يا ريس. يلا يا ريس، الف انا وشفا. يلا توكل على الله. لموا الساعة 12 اهي. الساعة 12 لم. يلا انا بلم اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا. المية والله العظيم فيها بولتي بسم الله ما شاء الله. النهارده كل طرادة واحجام حلوة، وفي سمك بيروح. السمكة بتعوق لان المية لسه بتنزل، لسه ما استقرتش. الايام اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى زي الفل. هتبقى كل يوم يبقى احسن من اللي قبله. ادي البولت يا جدعان اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا البولت عامل ازاي. وفي حاجات اكبر كمان يعني. في ادي السمك اللي بيقع اهو. بسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل. طبعا احنا شغالين بدود الارض، شغالين بسناره 4 عشان الناس سالت على السنار. شغالين بسناره 4 الكونه. اغلبنا شغال بالكونه، كونه او مستاد. في احجام بسم الله ما شاء الله وقعت مع الزملاء، ومعايا الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. الايام اللي جايه يعني اللي عايز اللي ينزل يتقل على الدور. طبعا احنا بنجيب نص طن عشان كده بنقوم بدري، لكن اللي هيقعد برضك هيغلط في السمك. السمكه بتاكل قليل. هي قليله بس مموعه، يعني بتاكل بخوف فبيروح كتير. دي في البدايه، لكن ان شاء الله كمان اسبوعين كل الجو ما هيبرد شويه ونخش في شهر 11 وشهر 12 هيبقى احسن واحسن ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد المصري، عاشق لسيد الدلوعه سمكه البولت. واهم حاجه ان احنا بنرقص اللبلوب. اهم حاجه ترقيص اللبلوب.